اهلا باحلى متابعين. فيلم النهارده هو ايس ايج ذا ميلت داون، واكيد الكل يعرف سلسله افلام ايس ايج الرائعه. والنهارده فيلمنا بيتكلم عن ذوبان التلج، ويا ترى ده ممكن ينتج عنه ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. بس قبل ما نبدا دوسوا على زرار اللايك والشير وتاكدوا من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. بيبدأ الفيلم طبعا بسنجاب المحتار، هو وبندقيته اللي بيجري وراها في كل أجزاء الفيلم. وبصراحة أنا نفسي مش عارف إمتى هياكلها. والمشكلة إنه مهما وقع في مشاكل بسببها برضه مش بييأس ولا بيتعلم وبيفضل يجري وراها. والمكان كان متغطي بالتلج في كل مكان، لكن بدأ التلج يسيح ويعمل برك مية فرح بيها كل الحيوانات ولعبوا فيها ما عدا ماني اللي كان ماشي مع دييجو صاحبه. طبعا مش عاجبهم تصرفات سيد اللي دايما بيوقع نفسه في المشاكل، والمرة دي قرر يفتح حضانة للحيوانات. ومهما قال له ماني إنه مش مؤهل للوظيفة دي كان كأنه مش سامعه، وزعل من انتقاده ليه وسابه مع الأطفال ومشي. واضطر انه يتصرف ماني وحكى لهم قصة عجبتهم جدا، وخصوصا ان نهايتها سعيدة بان العيلة عاشت كلها مع بعض. فسألوه الأطفال وانت فين عيلتك؟ فاتضايق ماني جدا لانه كان اخر ماموث على الارض ومالوش اهل. بس جه حيوان صغير وقال لهم اهربوا بسرعة قبل العالم ما ينتهي. ولما سألوا ماني ايه اللي انت بتقوله ده، شاور له الطفل الصغير على سلحفاة كبيرة. فراح له ماني ولقاه بيقول ان كل الجليد هيسيح وهيغرق الدنيا. وفي البداية قال ماني لكل اللي موجودين محدش يصدقه لأن التلج بقاله آلاف السنين وهيفضل موجود آلاف السنين برضه. وسابه ماني وبص على المكان من فوق واكتشف ان فعلا التلج بيدوب بسرعة جدا والمية بقت في كل مكان. فغير كلامه وقال للحيوانات ان كلام السلحفة حقيقي. والنسر كمان قال لهم ان الفيضان جاي في حدود 3 ايام، واللي مش هيعرف يهرب هيبقى وجبة جميلة ليا. فخافوا كلهم وقرروا انهم يمشوا من المكان. وماني كان بيلعب دور القائد الطيب وبيساعد الكل، ومع ذلك كل ما حد يشوفه يقول ده اخر ماموث. ودي طبعا كانت حاجه بتضايقه جدا، وخصوصا انه عارف مصيره وهو الانقراض زي الديناصورات بالظبط. بس وهم ماشيين سمعوا صوت ماموث جاي من بعيد، ففرح جدا ماني وجري على مكان الصوت. بس لقى هناك حيوان تاني ضخم هو اللي كان مطلع الصوت ده. فاتضايق تاني ماني وطلب منهم يسيبوه لوحده شويه، وفعلا سابهم ومشي لقدام شويه. ووقتها جم 2 ابو سوم وفضلوا يضربوا سيد ودييجو بحبات النبق، ومهما حاولوا يمسكوهم ما عرفوش فجروا وراهم. اما ماني فلقى ماموث بنت وقعت عليه من على الشجره، واول لما شافها فرح جدا وقال لها كنت عارف اني مش الوحيد اللي موجود. فاستغربت وقالت له انت لقيت ماموث غيرك؟ فقال لها ايوه انت طبعا. فضحكت عليه وقالت له انا ابو سوم، وعرفته على اخواتها الاتنين. وفي الاول فكروها مجنونه، بس عرض عليهم سيد يمشوا معاهم قبل ما يموتوا كلهم، وفعلا وافقوا واتحركوا كلهم. وطول الوقت بتتصرف كانها ابو سوم ومش عايزه تقتنع خالص انها ماموث. ولما حاول يقارن بين اثار رجله واثارها وظله وظلها علشان يقنعها، قالت له فعلا احنا متطابقين، يبقى انت كمان ابو سوم. وسابته ومشيت. وكانوا ماشيين على طبقة تلج تحتها بحر غويطة جدا. مرة واحدة هوبا كسر طبقة التلج سمكتين مفترسين وحجمهم كبير جدا، فخلى ماني وشلته يتفرقوا مكانهم، وكل واحد منهم بقى واقف على قطعة تلج بعيدة عن التاني. وخرج السمك من البحر وكانوا عايزين يهجموا على ماني وشلته، وسيد الوحيد اللي وقع في المية بس وصل لدييجو بسرعة وطلع من المية. وبدل دييجو ما يهرب وقف متسمر في مكانه مش قادر يتحرك لانه بيخاف من المية. وعلشان سيد يفوقه ويخليه يتحرك عض ديله، وفعلا فاق وجري. وماني هو كمان كان واقف على حته تلج وجت السمكه هجمته وفتحت بقها ونطت عليه، بس لحقها بانيابه وبص على اللي لقاها متابعاه فحب يثبت نفسه فقدامها وتشجع ورمى السمكه بعيد. فخافت هي والسمكه التانيه وبعدوا عنهم. وقال لهم دييجو ان المايه خطر جدا، ولو اي حد وقع الاسماك والكائنات البحريه المفترسه مش هترحمه. وقالت إيلي لماني إنه كان شجاع جدا، والشجاعة دي من الغباء، ويمكن ده السبب اللي خلى نوعه ينقرض وبقى هو آخر ماموث على الأرض. وعلشان كده هي وكل الأب سوم بيخافوا وبيتجنبوه وجبنة. وقالت له مش مهم اعيش جبانه، لكن المهم اني اعيش. وطبعا ده ما كانش رد الفعل اللي مستنيه ماني، فاتضايق جدا منها وقال عليها هي اللي غبيه. فقال له ست طالما همك رايها يبقى انت معجب بيها، وحتى لو مش معجب بيها فانت لازم تتجوزها علشان تحمي نوعك كله وما تنقرضش بقى. وراح سيد لدييجو وقال له انا عارف انك خايف من الميه، بس لازم تواجه خوفك وتبقى اقوى منه. وفضلوا ماشيين وقالوا له اخواتها لو عايز ايلي تعجب بيك لازم تطيرنا من على الشجره. وفعلا
طير اول واحد وكان اندفاعه قوي جدا، فضل طاير مده طويله وفي الاخر خبط في شجره وقع من غير ولا حركه وفكروه مات. ولامت ايلي ماني وقالت له انت السبب، ولما حب يساعده ويفوقه طلبت منه يقف بعيد وكفايه اللي عمله. ومفيش ثواني وفاق لابو سوم، وبدل ايبيلي ما تعتذر لماني تجاهلته وفضلت تلعب مع الابو سوم اللي كانت فاكراهم اخواتها. وراح ديجو اتكلم مع ماني وقال له ما تيأسش، لازم تحاول تاني وعاشر وطول الوقت لحد لما تنجح وتفهمها انها ماموس ومش ابو سوم. وفعلا راح ماني يتكلم معاها ولقى شجره وقع عليها وبقت محشوره مش عارفه تطلع، فعرض عليها المساعده ورفع الشجره رماها بعيد على مكان بصوا عليه. وحست ايلي انها تعرف المكان ده فرحته وافتكرت نفسها وهي طفله وحيده في المكان ده، مفيش اي حد من اهلها موجود، وظهر لها 2 ابو سوم صغيرين وبقت عايشه معاهم. وفهمت انهم مش اخواتها الحقيقيين، لكن اتعرفت عليهم وعاشت معاهم بعد ما بقت لوحدها. وبصت على اثار رجلها واثار ماني، واخيرا فهمت انها ماموس مش ابو سوم. وقالت لماني انها طول الوقت كانت ملاحظه انها اكبر من الابو سوم بكتير ومختلفه عنهم، وما كانتش قادره تفهم السبب ايه. وقال لها ماني انه اول ما شافها اعجب بيها لانها جميله جدا الحقيقه. اما السنجاب المحتاز بالبندقه وقع في البحر اتلمت عليه اسماك صغيره متوحشه، بس عام بسرعه وخرج من الميه ووراه الاسماك، وكان خايف منهم لحد ما سمكه قربت من نقطه ضعفه واكلت البندقه. وقتها تحول السنجاب وضربهم كلهم واخد البندقه من بق السمكه، بس جه طائر مفترس خطفها منه وراح على عيشه. وقرر السنجاب ما يستسلمش حتى لو هيموت، المهم بندقته. فراح للعيش ولقى بندقته، والنسر الام ما كانش موجود، بس طبعا حظه الوحش خلى بيضه النسر تفقس وطلع منها طائر صغير راسه وألف سيف ياخد البندقة بقى. بس على مين؟ السنجاب أخدها من بقه، بس النسر الأم كان وصل وضرب السنجاب علشان زعل أمه. أما سيد فكان مع دييجو بيحاول يولع نار، وقال لدييجو إنه فرحان إن ماني لقى ماموس زيه، وبيتمنى لو إن ماني يقنعها ويخليها تقضي معاه حياتها. واتكلم مع دييجو تاني إنه لازم يتغلب على خوفه، وولعوا نار وقعدوا يتدفوا. فرجع لهم ماني وحكى لهم إنه أقنع إيلي والظروف ساعدته. وبعد ما كانوا ماشيين مبسوطين مع بعض بوظ الدنيا وقال لها إنهم لازم يتجوزوا علشان ينقذوا نوعهم من الانقراض، وده واجب عليهم ولازم يوافقوا بيه. فحست ايدي ان كلامه ده اهانه ليها، لانه عايز يتجوزها علشان المفروض عليه كده يعني، مش عشان هو معجب بيها او عايز يعيش معاها مثلا. وسابته ومشيت. وبعد ما كانوا ناويين يناموا في مكانهم والصبح يتحركوا، صممت ايدي انهم يتحركوا بالليل، ولان الدنيا كانت ضلمه جدا مشوا على حجر متحرك وتحته فاضي، وكانوا هيقعوا كلهم بس نطوا بسرعه على الناحيه الثانيه وعدى الموقف على خير. واعتذرت ايلي لماني علشان اتسرعت وفهمته غلط، وهو كمان اعتذر لها انه قال كلام بشكل غلط مع ان نيته كانت حاجه تانية. وانقذوا هما الاثنين دييجو ولحقوا قبل ما يقع، وفهموه انهم لازم يكملوا مع بعض بدل ما يتخانقوا، وقرروا يناموا ويرتاحوا لحد الصبح. فضل النسر يتابعهم على العمل ان اي حد يموت وياكله. ونام سيد نوم عميق جدا لدرجه انه ما حسش ان في حد شايله وبيحركه. ولما قلق لقى حيوانات كسلانه كتير من نفس نوعه شايلاه، وودوه مكان مليانه بنفس النوع، لبسوا سيد تاج من الورد وكانوا بيعاملوه باحترام جدا، ونزلوا قدام صخور معموله على شكله وسموه حاطم اللهب. فعجبوا سيد الاسم وقال لهم انه بيقدر يولع نار بسهوله، واخد حجرين وولع بيهم النار. فضلت ماشيه على الصخور وعملت شكل جميل وداس على النار من غير ما حد ياخد باله، فرجله اتحرقت ومسكها وصرخ والحيوانات قلدته، ولما اخد باله فضل يتحرك ويعمل اصوات والحيوانات وراه بيعملوا زيه بالظبط. وفرح سيد وحس انهم حاطينه في مكانه عاليه جدا، واتمنى ان اصحابه يعرفوا ويشوفوه. وقبل ما يكمل جملته لقى الحيوانات كتفته واخدوه على بركان مشتعل، وكانوا عايزين يرموه فيه لانه حاكم اللهب علشان يوقفوا البركان وما يخلوهوش يهجم عليهم. وفعلا رموه، لولا ان سيد حظه كان حلو والحبل اللي كانوا رابطين بيه اتعلق في صخره ومنه يلمس النار على اخر لحظه، وقدر يوصل للصخره وفضل يتدحرج بيها وهرب منهم. ورجع لماني ودييجا حكى لهم ايه اللي حصل، بس محدش صدقه وفكروه مشي وهو نايم مثلا، واخدوه ومشوا كملوا طريقهم. والنسور متجمعه حواليهم مستنيه تاكل وهي بتغني اكل جميل عايزين ناكله، بس ماني واصحابه تجاهلوهم وكملوا طريقهم لحد لما قربوا من المكان اللي عايزينه، وفرحوا جدا انهم نجحوا مع بعض. والطريق الوحيد اللي كان قدامهم كان فيه انفجارات ميه مغليه من اثار بركان، وصممت ايلي ما تعديش معاهم ويرجعوا لطريق تاني.
ولما رفض ماني سابتهم ومشيت. وعندًا فيها كمل ماني طريقه مع انه كان طريق خطر جدا، ولما وصلوا لبر الامان وقابلوا قطيع الحيوانات فضلوا يسالوا عن ايلي والابوسوم بس محدش كان شافهم. كل ده والسنجاب الحزين بيحاول يرجع لعش النسر تاني علشان ياخد بندقته، وفعلا لما وصل لها ما اهتمش الام واخدت ابنها وطارت. ولاحظ السنجاب ان جبال التلج بتنهار واتحولت لميه وقعت عليه وبقى عايم في وسط البحر. اما ايلي فشافت قطيع الحيوانات وشافت الطريق، بس قبل ما توصلوا انهارت الصخور ووقعت عليه حبستها، وما كانش فيه غير فتحه صغيره جدا. خرج من الابوسوم وجروا على ماني طلبوا منه يساعدها، والوقت كان بيصارعهم لان الجسر قرب ينهار والميه هتغرق المكان كله. ومع ذلك جرى عليها ماني وراح وراه سيد ودييجو علشان يساعدوه. ومنسوب الميه عند ايلي بدا يعلى فعام ماني وراح لها، ووقف دييجو مش عارف يتحرك من الميه، والابوسوم وقفوا على فرع الشجره وكانوا هيغرقوا. فنط سيد من غير تفكير في الميه علشان ينقذهم، بس وقع على قطعه تلج كبيره وفقد وعيه، ولحقته الابوسوم قبل ما الميه تسحبه بعيد عنهم ويغرق لوحده. وشجع دييجو نفسه علشان ينقذهم قبل ما يغرقوا، وفعلا واجه خوفه ونط في الميه وراح لهم وحاول يعوم علشان يوصل لهم لحد ما نجح وانقذهم. وماني كان مش عارف يشيل الصخور خالص ويطلع ايلي، بس فضل يحاول لحد لما وصلت الاسماك المفترسه وهجمته، بس بذكائه استغلهم وشال بيهم الصخور وحرر ايلي اللي كان مكانها اتملى بالميه خالص، واخدها وطلعوا لدييجو وسيد. بس منسوب الميه كان عالي جدا والكل هيغرق، حتى الجسر اللي كان عليه الحيوانات وقع بيهم في الميه. اما السنجاب فوصل لجبل تلج وفضل يتسلقه بالبندقه بتاعته لحد ما قرب يوصل للقمه، ووقتها كل الشقوق اللي عملها بالبندقه اتحولت لشرخ كبير واتفتح الجبل من بعضه وعمل طريق مشيت في الميه وقل منسوبها، وقدر الكل يوصل للطريق بسلام. وقابل سيد حيوانات الكسلان وقالوا له انت اللي انقذتنا يا حاكم اللهب، خليك معانا ارجوك. بس رد دييجو بدل منه قال لهم حاكم اللهب ما يقدرش يسيب قطيعه ويقعد معاكم لاننا ما نقدرش نعيش من غيره. وفرح جدا سيد وحضن دييجو. والمفاجاه ان ماني وايلي قابلوا قطيع في مئات الماموس، الكل اتفاجئ بيهم لان محدش كان يعرف بوجودهم. ولما جت ايلي تنضم ليهم رفض ماني يروح معاهم لانه ما يقدرش يبعد عن صحابه، بس اصحابه قالوا له روح وراها لانهم عارفين انه هيكون سعيد معاهم. فجري عليها ماني وطلب منها تكمل حياتها معاه، ووافقت ايلي. والمفاجاه انهم رجعوا لسيد ودييجو وسابوا قطيع الماموس لان ماني عنده قطيعه واصحابه اللي ما يقدرش يبعد عنهم ولا يسيبهم. وانتهى الفيلم نهايه سعيده للكل، حتى للسنجاب اللي بعد ما وقع من على الجبل مات ودخل الجنه، ولقى هناك سحاب مليان بندق وبندقه ذهبي كبيره جدا وعملاقه مستنياه ما يبعدوش عنها غير كام خطوه. فجري عليها وقبل ما يلمسها حاجه شدته بعيد عنها وخرجته بره المكان وقفلت البوابه على البندق كله، ووقع هو من السماء على الارض. وكل ده علشان سيد فوقه وانقذه ورجعه تاني للحياه. فصيح يتضايق جدا من سيد اللي خرجه من الجنه. وبكده بنستثني السنجاب من النهايه السعيده اللي ملوش حظ فيها. بس ما تقلقوش لسه عندنا افلام تانية كتير، وعلشان كده اتاكدوا من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيلم ده اعملوا لايك وشير للفيديو وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. مع السلامه.